اوكي يا شباب، وكالعادة عندنا هنا كوتشينة. طبعا هنلخبطها علشان نتأكد ان مفيش فيها اي ترتيب. خلونا نلخبطها. ودلوقتي لخبطناها هنقسمها لجزئين مثلا. طيب خلونا، اعتقد ان هما كده قد بعض. اوكي قد بعض ماشي. ودلوقتي هنطلب من الشخص اللي احنا بنقدم معاه الخدعة انه يختار اي رقم من 1 ل10، اي رقم هو عايزه. وكالعادة فلنفترض مثلا ان هو اختار رقم 7 مثلا. هنعد 1 2 3 4 5 6 7. الغريب بقى ان احنا بعد ما لخبطنا الكوتشينه وهو اللي اختار الارقام دي براحته خالص، احنا ما ضغطناش عليه ان هو يختار اي حاجه خالص، هنلاقي ان الورقتين اللي طلعوا عندنا في النهايه شبه بعض بالظبط. لا مش شبه بعض. ماشي مش مشكله مش مشكله. خلونا نعملها مره كمان، ممكن مثلا نبقى غلطنا في اول مره. دلوقتي هنصعب الموضوع اكتر، خلينا مثلا يختار رقم من 10 ل20 براحته خالص. فنفترض مثلا هو اختار رقم 13 مثلا. خلونا نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. الغريبة بقى ان الورقة رقم 13 اللي هتطلع عندنا في النهاية هيطلعوا له ورقتين شبه بعض بالظبط. مش بالظبط قوي يعني. طب اخر مرة وخلونا نصعب الموضوع اكتر. هو اختار الارقام عشوائية تماما، اختار رقم 13 واختار رقم 7. طيب خلونا نعملها المرة دي بشكل مختلف شوية. يعني خلونا نطرح رقم 7 اللي اختاره من رقم 13 اللي اختاره برضه، هيدينا 6. خلونا نعد 6 ورقات ونشوف ايه النتيجة اللي هتطلع عندنا. 1 2 3 4 5 6. الجميل بقى في الخدعة دي ان الورقتين دول هيبقوا شبه بعض بالظبط. الحمد لله المرة دي ظبطت. ومش بس كده، لا ده كمان عندنا الورقتين التانيين شبه بعض بالظبط. دي كانت الترك بتاعنا النهاردة، ويلا بينا نروح الشرح. اوكي يا شباب، وكالعاده قبل ما نروح للشرح ما تنساش تنزل تحت وتكتب كومنت جميل علشان اجمل 3 كومنتات هيظهروا معانا الحلقه اللي جايه، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقه اللي فاتت. كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، فانزل تحت بقى واعمل لايك جميل. وخلونا نبتدي. كل اللي احنا محتاجينه يا شباب 4 ورقات شبه بعض. اختار اي 4 ورقات انت عايزهم، يكونوا 4 بنات 4 ولاد او 4 وحيد زي ما انا مختار كده. هتعمل ايه؟ هتجيب واحد لونه اسود، هتحط الاتنين اللي لونهم احمر في النص، واحد لاسود من فوق. طبعا انت ممكن تختار الترتيب اللي انت عايزه، هيبقى بالشكل ده: الاتنين حمر في النص، واحد اسود من هنا واحد اسود من هنا، او العكس براحتك خالص. تمام. هناخد بقيه الكوتشينه وهنحط ال4 ورقات بتوعتنا من فوق. الخدعه دي ابسط مما تتخيل. دلوقتي عندنا ال4 ورقات بتوعتنا من فوق، هنحطهم كده. وكل اللي هتعمله ان انت وانت بتلخبط الكوتشينه هتفضل محافظ على ال4 ورقات بتوعتنا فوق. ال4 ورقات بتوعتنا ينزلوا من فوق ورا بعض بالشكل ده. عايزك بقى تلخبطها بالشكل ده، عايز تختار اي طريقه تانية انت تلخبط بيه الكوتشينه، المهم ال4 ورقات بتوعتنا يفضلوا لسه مكانهم فوق. تمام. ودلوقتي كل اللي هتعمله ان انت هتمسك الكوتشينه بالشكل ده بايدك الشمال، وهتمسك جزء من الكوتشينه بايدك اليمين بالشكل ده، وهتقطع جزئين وتقولوا خلينا نقطعهم بحيث ان هم يبقوا شبه بعض او يبقوا قد بعض. هتمسكهم بالشكل ده، هتقول له اوكي طيب خلينا ناخد ورقتين. هتاخد ورقتين من الجزء ده واللي هم فوق ال4 وحيد. هتاخد ورقتين، ورقه 2 بالشكل ده. وبالطريقه دي هيبقى عندك ورقتين وحيد هنا، واحده سودة واحده حمراء، ورقتين وحيد هنا، واحده كمان سودة واحده حمراء. بقيه الخدعه مجرد خطوات هتعملها مش اكتر، وخلونا نعملها مع بعض. اول حاجه هتقول له اختار رقم من 1 ل10. تمام. دلوقتي هيعمل ايه؟ هيختار مثلا اي رقم، فلنفترض اختار 8. تمام. يبقى هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8. ودلوقتي هتظهر نفسك ان انت غلطت في الخدعة، مع ان احنا ما غلطناش في اي حاجة خالص. هتقول له الورقتين دول هيبقوا شبه بعض. لا مش شبه بعض.
هتاخدهم، تاخد الجزئين وتحطهم فوق بعض بالشكل ده. مرة كمان هتقول له طيب خلينا نصعب الموضوع، اختار رقم من 10 ل20. فلنفترض اختار رقم 15. هتعمل ايه؟ مرة كمان هتعد 15 ورقة. 1 ودي الورقة رقم 15. ودلوقتي هتقوله الورقتين شبه بعض. احنا عارفين طبعا ان الورقتين مش هيبقوا شبه بعض خالص في المرحلة دي، لا مش شبه بعض. بس مش هتنزل الورقتين دول فوق الجزء ده كده، لا هتنزلهم فوق الجزء اللي انت كنت بتعد منه. تمام؟ الورقة رقم 15 او الورق النهائي على حسب الرقم اللي هو هيختاره، هتقول له الورقتين بتوعتنا شبه بعض، مش هيطلعوا شبه بعض، هترجعهم فوق الجزئين اللي احنا كنا بنعد منهم. تمام؟ وبعدين هتاخد بقية الاجزاء وتحطها فوق كده، وهتقول له اوكي خلاص خلينا نعملها لاخر مرة. ودلوقتي عايزك، او خلونا نعملها بشكل مختلف. ودلوقتي هننقص الرقمين اللي انت اخترتهم من بعض. اول رقم كان 8، تاني رقم كان 15، يبقى الناتج عندنا رقم 7. خلونا نعد 7 ورقات ونشوف. 1 2 3 4 5 6 7. دي الورقة رقم 7. هيطلع معاك الورقتين الحمر بتوعتنا، والورقتين السود هيطلعوا هنا بالظبط. لو كنت لسه مكمل الفيديو لحد المرحلة دي، انزل اديني قلب لونه اصفر كده في الكومنتات. ولو كان عجبتكم الحلقة دي ما تنساش تدعمني بلايك وشير، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.